يا دكتور انا لاعب كوره او لاعب جيم او لاعب باسكت، بلعب اي رياضه، اتمزقت، ازاي اسرع عمليه الاستشفاء وارجع كويس؟ اول حاجه لازم تحترم درجه التمزق العضلي اللي عندك. ايه ده، هو التمزق العضلي درجات؟ اكيد. التمزق العضلي ليه 3 درجات بشكل اساسي، التمزق من الدرجه الاولى ومن الدرجه الثانيه ومن الدرجه الثالثه، واصابه فينيسيوس جونيور مش بعيد. بناء على درجه التمزق بتاعتك هتكون درجه وقت الاستشفاء. يعني عندك تمزق من الدرجه الاولى اكيد ممكن ترجع اللعب في خلال شهر مفيش مشكله. طب عندك تمزق من الدرجه الثانيه وراح تلعب كوره بعدها باسبوعين وقلت لا لازم العب، كده انت عندك مشكله. خلال الفترات الاولى من التمزق الثلج هو صديقك الصدوق، اعمل كمادات ثلج لمده 10 دقائق على الاقل 3 مرات في اليوم. اكيد الدكتور بتاعك هيكون كاتب لك على حاجات مضاده للالتهابات، وممكن برضه يكتب لك على بسط عضلات. ثم تبدا يا صديقي بعمليات التاهيل اللي بتكون مع دكتور العلاج الطبيعي بتاعك، اللي بيبدا ياخدك تدريجيا واحده واحده من تمرينات الايزومتريكس او تمرينات الثبات في الاول، وتمرينات المدى الحركي والاسترتشات، لحد ما يوصلك لتمرينات التوازن والرجوع التدريجي للعب، وهترجع لعبك 100 100 وان شاء الله التمزق ده ما يجيلكش تاني. الا طبعا لو مش بتسمع معلومات مصر كلينيك وماشي من دماغك ومش بتتابع النصائح بتاعتها، ساعتها يبقى في كلام تاني.